السلام عليكم. اليوم باش نحكيو على اخبار المحترفين التوانسه. ما تنسيوش اللايك والابوني وخلينا نبدو. أليسون سانتوس يلعب ثالث مباراة ليه في الدوري الإيطالي. اللاعب هذا الدوسي نتاعو فيه شوية تعقيد، لكن اختيار تمثيل المنتخب التونسي فيه شوية أمل، خاصة إنه الجوار ما تنجمش تقارنه بنجوم كبيرة في البرازيل. قاعدين نحكوا على رودريغو، رافينيا، فينيسيوس، وحتى نيمار اللي قاعد يتألق في الدوري البرازيلي. معناها حتى اللاعب كان حسبها وبقى يخمم في مستقبله مع ليكيب ناسيونال، باش يلقى روحه خاسر 5 سنين كاملين ما يلعبش فيهم كوب دو موند، لأنه مستحيل قدام النجوم هذوكم الكل يتم دعوته. حتى انه خمم ال5 سنين القدام الاحتماليه متاعو باش تكون اقل، لكن مع المنتخب التونسي 80% باش يكون اساسي. اليسون سانتوس حاليا لعب 4 مباريات مع نابولي، 3 منهم في الدوري الايطالي، سجل فيهم هدف وخرج منهم بتنقيط 7.4. ان شاء الله نشوفوه في المنتخب التونسي. الجوار اللي بعده واللي هو ريان مسعد تنفوري، لاعب كي غير انتقل للدوري السعودي كسبيل الإعارة من نادي ستاربورغ الفرنسي، وإذا لاعب تألق وعجب النادي الصفقة باش تتم ب10 مليون يورو. ريان عنده 3 جنسيات، الفرنسية والسودانية والتونسية، وسبق له انه لعب مع المنتخب الفرنسي تحت 17 سنة. ريان عمره 18 سنة، حاليا لعب في دوري روشن السعودي 4 مباريات، سجل فيهم هدف وصنع هدف، وتحصل على تنقيط 7.03. على مستوى الجولات القادمة عرضية داخل منطقة الجزاء، ريان ميسي الله. ان شاء الله نشوفوا الزوز جواريات هذوما في المنتخب التونسي عن قريب. هكا نكونوا وصلنا لاخر المقطع. ما تنسيوش اللايك والابونيه، وتنجموا تفرجوا في الزوز فيديوهات هذوما. وتوا السالي.